السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. ازيكم حبايب قلبي؟ بحبكم في الله، وحشني جدا جدا جدا. يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ويا رب كل من فرح قلبي وبعت لي لايك واشتراك، يا رب فرح قلبه باللي نفسه فيه. هنخش بقى في موضوعنا. عندي هنا شوية قرص حلوة وزي الفل، أشكال مختلفة. جمعت لك في الفيديو ده، هو فيديو طويل شوية معلش، بس فيه تفاصيل التفاصيل. والأشكال دي هقول لك أنا عملتها إزاي، بكل تفصيلة وكل شكل وكل حاجة أنت نفسك تعرفيها. الفيديو ده هدية مني لبناتي حبايبي واخواتي حبايبي، عشان يغيروا في شكل القرص بتاعتنا والشيء المعتاد عليه اللي احنا عارفينه من سنين. يلا نخش. انا هنا عندي كيلو دقيق. ده يا حبيبتي دقيق جايباه من السوبر ماركت او من محل البقالة اللي عندك عادي خالص. دقيق لجميع الاغراض. تمام. احنا عندنا الكيلو الدقيق في حدود كده 15 جنيه، معرفش بقى، احنا شاريينه من يومين، مش عارفة بقى إذا كان غلي أو مغليش، الله أعلم. هنا بنخل الدقيق عشان أوريكي برضك، وهوريكي إن مفيش حاجة فيه. مش معنى إن أنا جايباه من السوبر ماركت أو من شكارة مفتوحة أو إن يبقى فيه أي حاجة. لا، تنخلي الدقيق بتاعك نخلة كويسة جدا جدا، وقبل كل شيء تسمي الله وتقولي اللهم بارك. أهو بصي، اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين. يلا معانا بكل تفاصيل وحركات. معلش الفيديو طويل زي ما قلتلك، بس صدقيني هيفيدك جدا جدا في حاجات كتير قوي بإذن الله، واللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. أنا هنا نخلت الكمية كلها في الطبق بتاعي عادي خالص. عندك بقى اعجني في اللي نفسك فيه، في اللي متاح عندك واللي تحبيه. انا هنا بدفي ميه على جنب. عندك لبن، تمام، حطي بألف هنا وشفا. ما عندكيش، المتاح ليكي يا حبيبة قلبي. انا رحت يا جماعة اشتريت من الفرن، وقفت قلت مثلا اجيب لولادي قرص او حاجة زي كده. لقيت القرصة عادية خالص، ما فيهاش اي حاجة. فيها شوية سكر وشوية سمسم بس فقط لا غير. بكام؟ قال لي ب3 جنيه. يعني لما تحب تجيبي لأطفالك بقى هتخشي لك في مبلغ وقدره. انا هنا حطيت معلقتين سكر او 3 زي ما انت عايزة، وهنا معلقة خميرة كبيرة عشان الجو شتاء. خلي بالك الشتاء غير الصيف، وحسب ما تدفي العجين بتاعك وحسب المكان بتاعك. انا هنا عندي رشة ملح عادية خالص عشان تدي طعم حلو كده للعجينة وتظهر ليها الطعم بتاعها الجميل. انا هنا عندك الكاكاو هنا، بس مش هستعمله دلوقتي، هوريك هستعمله امتى. دي عندي روح البرتقال جايباه من العطار. وهنا الكاكاو زي ما قلت لك هركنه على جنب. عندي كيس بودر او كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر، اللي تسميه سميه، تمام، زي ما هو عندك في البلد بتاعك. انا هنا هحط هنا نقطتين 3 كده بس من روح البرتقال، عشان بيخلي ريحة القرصة جميلة قوي. وحتى لو انت عجناها بزيت او بسمنة علب او اي حاجة، بتخلي ريحتها كويسة. ولو عندك عصير برتقال، اعجني القرص بعصير البرتقال، ما تستغربيش، هيبقى طعمها فوق الروعة. وفي ناس بتحط فروت يا جماعة، برتقان او استفندي او اي نكهة انت تحبيها. اهو حاطط زي كده على طرف المعلقة كده بيكنج باودر او كيك شيف. انا بس يعني بحبذ وافضل الكيك شيف. هنا عندي هنا كوباية من كوباية نص كوباية زيت على سمنة او سمنة او زبدة، اللي متاح عندك اللي اعملي بيه يا ست الكل. تمام، بس السمنة بتديها طعم وريحة حلوة أوي. في ناس بتحط روايح صناعية جايباها من عند العطار، ريحة موز، ريحة سمنة بلدي، اللي نفسك فيه. تمام. وفي ناس بتحط فانيليا وماء زهر أو مية الورد أو روح الورد، اللي نفسك فيه. أهو احنا بنفضي بقى الكمية هنا بقى التكة ان انت بقى ايه، هتبسبسي الايه الدقيق بالسمنة. تفركيها كده لحد ما تتشرب ذرات الدقيق او حبيبات الدقيق كده بالسمنة بتاعتك، عشان تبقى قلبها حلو كده وتبقى مخدومة كويس قوي.
اهو انا الاول هقلب كده، اقلب جميع كده الاجزاء، بس طبعا مش هكتفي بكده، فاستعملت ايديا. في ناس يا جماعة بتقرف فبتقولك لا البسي جوانتي كده ما ينفعش كده مش عارف ايه. انا استعملت جوانتي وشكلي كده مش هستعمله تاني. معلش. انا عارفة وواثقة في نظافة ايدي ونظافة نفسي، فبيبقى غصب عن الواحد يا جماعة. انا مش متعودة اعمل بالجوانتي، يعني فعلا تعبت جدا لما عملت بالجوانتي ده. اه في انواع واشكال زي ما تحب حب براحتك، بس انا قلت ايه بقى، تغيير كده واجرب كده. عشان انا بس مش متعودة عليها. تمام. فتعبني شوية الجوانتي ده قوي. اهو انا مش متعودة معلش على الجوانتي، فكان شغلي فيه صعب شوية. قعدت برضك اهو ابسبس في الدقيق مع السمنة اهو، وتشربيه لبعضه. هتخدم كل ما تخدمي العجينة بتاعتك او القرص بتاعتك او الحاجة اللي بتاكليها او بتعمليها، بتبقى طعمها فوق الخيال. سمي بقى كده وابدأي، ولو عندك كيلو دقيق نص كيلو دقيق ابدأي اعملي. فرق معايا جامد يا جماعة على كوباية شاي. حتى لو حطيتي شوية جبنة، أي نوع جبنة بقى، عندك نوتيلا، عندك شوكولاتة دارك، شوكولاتة وايت، اللي نفسك فيه. يلا اهو. معلش بقى انا هنا ايه، طولت عليك شوية. انا هنا زي ما قلت لك هعجن بميه دافيه خالص. عندك لبن تمام، ممكن برضك تحطي ليه لبن نيدو براحتك خالص، وزي ما تحبي وزي ما انت ايه زي ما انت عايزه. انا بفكرك طبعا ان الكاكاو احنا لسه ما حطيناهوش. انا بقى فكرت ان انا اجدد شويه في فكره القرص، واني احط ليها الكاكاو او الشوكولاته. بس انا حطيت الكاكاو يا حبيبتي، هو كاكاو خام بجيبه من العطار دارك، بيبقى مر شويه من غير سكر. تمام. عشان برضك يديني برضك اللون الجميل اللي بيفرح ولادي واولادك عشان ياكلوا الحاجه وتجذب الطفل ليها، غير القرص المعتاد عليها. اهو عندي هنا طبعا مكان السمنه بقى بتاعتي، انا ما بهدرش حاجه الحمد لله رب العالمين. الدنيا غالية حبيبة قلبي. فحاولي تقتصدي على قد ما تقدري. أي حاجة متاحة عندك حاولي تعمليها في قلب بيتك. احنا مش بنقطع أرزاق، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. واللهم بارك، ربنا يزيد كل الناس. بس حاولي بقى. شوفي هنا أنا عجنتها بوركينا لأن مفيش حاجة خالص في قلب الإناء اللي أنا بعجن فيه. أهو قسمت العجينة وحطيتها في بولتين. بس هنا بقى العجينة بقى دي هحط عليها الكاكاو زي ما قلت لك، والنسبة دي الكمية دي انا حطيت عليها تاني للأمانة طبعا زي ما انت عارفة قناتي. وتعجني. وبرضك عشان ما احسش ان هي نشفت شوية حطيت لها شوية زيت او شوية سمنة، او سمنة على زيت. بس غلبتني يا جماعة ان انا الونها باللون الاسمر ده صراحة. لحد ما قلت انا هعملها رخامي اسمر وخلاص، قلت لا، لازم برضك اديها حقها عشان تدي لي اللون ميكس، اللون بقى ما بين الابيض والاسمر بيبقى حلو قوي قوي. تمام. يلا بقى كده. بس عشان تسهلي على نفسك كان ممكن تعجني ده لوحده وده لوحده، بس طبعا عشان المقادير واحده فانا قلت بس اديها لون. عندك اللي هو الالوان اللي هو شوفي، عندك اللون الاسمر حط، بس انا ما بفضلش الحاجات دي. قلت بقى كاكاو بقى عشان فايده وكده. تمام. هحط كل واحده لوحدها في مكان عشان ما يختلطوش مع بعض. تمام. واحط دي في بولة لوحدها، ودي في بولة لوحدها. اللهم بارك. قطعت معايا كمية كتيرة قوي وكمية حلوة صراحة. انا حبيتها بجد، قلت فعلا هكررها تاني. وولادي انبهروا جدا ماشي. بيها احنا كشكل اتفقنا. وكطعم. تعرف بقى ان صراحة احنا بس ايه. طبعا احنا عارفين ان العين بتأكل ها. قبل الفم. حاولنا بقى، شوفي هنا خلاص. خمرت بقى وخدت اقفل وقتها. بقى. مدة التخمير حسب ما تدفي ليها المكان. اهو اول شكل من الاشكال اهو. عملتيه كده زي التمانية او زي حرف الفي. تمام. وهتقومي مفتحة الفتحات دي. انا كده معلش جريت شوية اهو. برضك عملت ميكس ما بين الابيض والاسمر وحاشتها سكر. عندك نوتيلا حطي، شوكولاتة حطي او شوكولاتة. عندك كراميل اللي نفسك فيه، مربى حطي، ملبن، عجوة، اللي نفسك فيه. اهو تحطي بقى وتشكلي زي ما انت عايزة. اهي ده اول شكل. بصي بقى.
ممكن تعمليها سادة خالص زي ما انا كده عاملاها، بس انا حاشيها من جوه. شايفة عجينة سمرة مع بيضة، الميكس اللي بقولك عليه. اهي الاشكال برضك، شكل برضك من ضمن الاشكال اهو. عكست بقى، انت بقى العبي بالاشكال زي ما انت عايزة، عشان بس ايه، نشكل مش اكتر. الحاجة موجودة في بيتنا تمام. هنا معلش بصور بايد وبعمل بايد اهو. وهفردها بقى كده. والله يا جماعة ادتني كمية ضعف اضعاف مضاعفة، وكمية محترمة جدا. انا صراحة اتصدمت. القطعة ام 3 جنيه و5 جنيه و6 جنيه، يعني معلش برضك الحياة غالية. الحياة غالية والظروف صعبة اهو. شكل برضك من ضمن الاشكال. هنا بقى ممكن تحشيها، انا هنا سبتها فاضية تمام. ممكن تحشيها جبن برضك، خلي بالك لان هي مش مسكرة تمام. دي تنفع حشو حادق وايه وحلو ومسكر اهو. ده شكل برضك، وهعمل لك اشكال بصي بقى، عدي الاشكال وعيشي معاها اهو. انا طبقت لك كل اشكال المعجنات في الفيديو ده. في ناس تقولك انت تعبة نفسك ليه، ما كنا عملناها مدورة ولا مربعة ولا مستطيلة ولا اهو. برضك شوفي لعبت بالاشكال براحتي. ما انت لازم برضك تعملي الحاجة بنفس حلوة، وتكوني رايقة كده وانت بتعجني حاجتك. عشان ايه؟ الحاجة تطلع زي العسل من ايدك تمام اهو. برضك الشكل كمان، انا ما بقتش يعني فعلا كمية الاشكال اللي وريتها في اول فيديو كانت كتيرة. عايزة بقى، وعلى فكرة كان السوا كان تقريبا واحد. خلي بالك ان حجم العجين بيفرق في مدة التسوية اهي. هنعمل دي مثلا ضفيرة كده مثلا، بس مش هسكت. انتوا عارفين مطبخ دعاء سامي بيقولك طوري جددي باللي في ايدك بالمتاح عندك. ما تقوليش مفيش، ما تقوليش معيش، قولي معايا ان شاء الله. اهي جديدة بقى كده، او الضفيرة شايفين اهي اهو. شكل برضك اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طب فكرة انك بتحطي الخميرة على الكيك شيف، فكرة جميلة جدا يا جماعة، وهتديكي نتيجة كويسة جدا جدا في المعجنات. شكل تاني برضك الرول ده كده، شايفاه اهو. هنا بقى ايه، لو لونها كده مش ضفرناها، بصي اهو. اهي زي ايه بقى، زي الوردة اهو. رسمة برضك بشكل تاني، وكله بالمتاح ده يا جماعة. من كيلو دقيق فقط لا غير. وللأمانة لما جيت وانت بتعجني، خلي بالك عشان حسب العجينة ما تاخد منك. الدقيق بتاعك في دقيق بيحب مية، وفي دقيق ما بيحبش المية. خلي بالك وانت بتعجني، لان عندي زاد شوية فحطيت لها شوية دقيق عشان تتمسك معايا. انت بقى حطي المية شوية بشوية وايه، وبراحتك خالص اهو. هحشيها سكر. طب انت محلتكيش غير السكر، هو السكر هو المتاح في اي بيت مع احترامي للجميع تمام تمام. وحاجة في قلب بيتك. طب هجيب كذا يا ستي هاتي. عايزة تحشيها سوداني احشيها سوداني، زبيب، جوزة الهند، احشيها عجمية، احشيها اللي نفسك فيه. احشيها مربى، نوتيلا، زي ما قلت لك اللي نفسك. شايفة بقى الشكل الجميل ده، روعة روعة يا جماعة والله. شايفة بقى فعلا الواحد لما يكون نفسه كده تمام وباله رايق، بتاخدي منه احلى شغل. حتى برضك ولادي بيقولوا في فرق جامد يا ماما في مزاجك. لما يكون عندك مزاج كده رايق وتمام، بتطلع لنا احلى شغل في الدنيا. بص بقى الشكل ده برضك. هتقولي انت عملتي ايه؟ شوفي والله هي جت كده بالصدفة نهاية. معلش برضك كملي لحد اخر الفيديو، تشرفيني وتنوريني. وحطي اوعي تنسي اللايك يا حبيبة قلبي، واشتراكك في القناة، ودعمينا، وتعليقك الجميل اللهم بارك. ويا رب اخواتي الجداد على راسي من فوق، يا رب يفرح قلبهم زي ما فرحوا قلبي، ويبارك لهم في ذريتهم اللهم امين، وفي مالهم وفي عيالهم وفي كل انواع حياتهم يا رب العالمين اهو. شكل تاني برضه. شوفي بقى العبي بالاشكال يا ست الكل زي ما انت عايزه. شايفه الشكل، شكل روعه. اللي بيصورني ابني حبيبي، يا رب ما يحرمني منه ويبارك لي فيه يا رب اهو. شايفين برضو شكل كمان اهو. العبي بالاشكال يا ست الكل.
ما تقوليش الفيديو طال عليا، وما تجريش الفيديو. حاولي تستفادي بكل حاجة. هنا بقى هتحطي الحاجات دي كده من قلب برضو العجينة، ما جبتش حاجة من بره، ولعبت بالاشكال. ده شكل مثلا الفطيرة او الابل، فطيرة الابل زي ما بيقولوا، ابل باي، ابل باي، معلش بحاول اتذكر الانجليزي. معلش يا حبايبي، انتوا عارفين بقى الاشغال بتاعة الدنيا ودماغنا والولاد والامتحانات. القرص دي تنفع قوي قوي في الرحلات، تنفع في العزومات، تنفع في الحفلات. والله يا جماعة فعلا بتديكي رونق كده وجمال. حاولي لو انت معاكي فلوس تشتري يا ستي، ربنا يبارك ويزيدك من نعيم الله. معكيش بقى زي حنا كده، بتصرفي نفسك ولا ايه؟ الست المصرية بتصرف نفسها يا ست الكل. وشكل برضو من الاشكال. انت طولتي قوي علينا الفيديو يا دعاء كده، معلش استحمليني. انا عايزة اوضح كل تفصيلة، ما سيبهاش للهوا كده، او ان انا اهمل معاك ان انا اوصل لك المعلومة. اللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. اهو بصي من ناحيتين كده بايدك بقى، بالرول بتاعك ده. عفوا البرد بقى، انتوا عارفين يا جماعة. يلا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. ايوه، شايفه بقى شطرنج كده. شوفي كل يعني، شوفي يعني فننتي يعني. طلعت الايه الرسام الفنان اللي جواي بمعنى اصح. ما انا لازم هخليكي تتعلمي، ومش هقولك تتعبي ولا تزهقي، لا يا ست الكل. الدقيق في البيت، السكر والميه في البيت. اهو شايفه الحته اللي فضلت مش هسيبها، لا تعالي اعملك قرصه حلوه كده اهو. سميه بقى زي قرص، سميه باتيه، سميه اللي نفسك فيه، سميه حاجة من قلب بيتي بقى، بلا عنوان بلا ايه. ايوه اصل هعمل ايه يعني. ايوه اهو شكل ده، ما سيبش بقى الشطرنج، لا العب فيه برضه مشكلة. حط لايك يا ست الكل. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. يا رب اكون فت ولو بمعلومة. واوعي تنسي دعوتك الجميلة لينا وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. وربنا يرخي قوت المسلمين. هنا بقى ابني بيوريكم بقى الشيف اللي جواه. هما طبعا الأطفال انتوا عارفينهم بيحبوا يلعبوا كده. تمام اهو، بيحاول يعني يطلع لكم ايه الشيف اللي جواه. عادي بقى انا خليته يتعامل اهو. وبارك مش عارف قد كده، بس يعني ربنا يصلح حاله. حبيب قلبي اهو. اهو قال لي بقى انت كملي بقى يا امي ومش عارف ايه، قلت له ايدك معايا برضك. خد التليفون مني. معلش بقى اهو. شكل برضك شايفة شكلها شكل الحلزونة كده شوية، او الدوامة. طلعنا بقى ايه الفنان اللي جوانا. وفي اشكال كتير برضك يا حبيبتي، انت ممكن تزودي من عندك اللي نفسك فيه واللي تشوفيه، وفرحي اولادك. انا لما اكون في عجين زي كده احب ولادي يشاركوني، هم فعلا بيشاركوني في كل حاجة. يعني بيحبوا يعملوا، يقولك لا نعمل معاكي. مش هو يعني مش بروفيشنال يعني ولا، بس كفاية ان هما بيقفوا كده. شايفة بقى كل اشكالنا كده. انا بحاول برضك اجرب الفيديو. انا على فكرة اختصرت كتير جدا من الفيديو ده، عشان برضك ما بقاش تقيل على قلبكم. وبرضك حبايبنا اللي عندهم باقات برضك، عشان برضك يعني الدنيا تبقى كويسة مع الناس. عندي بضاية هنا. هنا ده كيس قهوة سريعة الذوبان. تمام. عايزة تحطي لبن تمام، تحطي فانيليا تمام، قلت لا اغير، لان بتدي تيست كويس ولون كويس جدا جدا في المعجنات. القهوة دي يا حبيبة قلبي سريعة الذوبان. اي نوع بقى بتفضليه اهو. يلا انا هنا مسخنة الفرن على 180 درجة، وبرضك حسب الفرن بتاعك. انا كنت عاملاه على 150، وبعد كده زودت شوية شوية بشوية كده لحد ما وصلت 180. حسب برضك حجم الايه العجين بتاعي وحجم الفطاير بتاعتي اهو. على فكرة انا كنت برضك بحشيها سكر
و... وقهوة براحتك، براحتك خالص، بتدي برضه طعم جميل جدا. حاولت بقى ألعب بالأشكال بقى كده وإيه وأشكل أهو. أول صاج خلص بألف هنا وشفا لكل من كل، وألف هنا وشفا لكل من شاف. طلعت شايفة التسوية من فوق ومن تحت زي الفل ازاي شايفة، واللي على الوش ما تشالش ما تخافيش يعني، اهو قدامك كل حاجة بالتفاصيل التفاصيل اهو. سيبته يهدى شوية برضك، وولادي طبعا كلوا منه بألف هنا وشفا اهو. اهو كانت سخنة فعشان كده شلناها بالشيالة دي، ومع ألف سلامة.